أهلا بيكم في بطولة كأس العالم 2025. أهلا بيكم في المتعة والإثارة. دلوقتي بس نقدر نقول إن البطولة ولعت. تعال أقدم لكم المباراة الأسطورية اللي اتلعبت ما بين ماجنس كارسن وأرتيميف. مباراة هي الأمتع والأجمل في البطولة، فالمباراة اتلعب فيها نقلتين بريليانت. بيتقابل كل من ماجنس كارسن وأرتيميف في الجولة السابعة من البطولة. بطولة كأس العالم مكونة من 13 جولة. المباراة دي هتحدد مين اللي هيكون في الصدارة، فماجنس بيقابل أرتيميف بخمس نقاط وأرتيميف بيقابل ماجنس بخمس نقاط ونص. فيلا بينا نبدأ تحليل. أرتيميف هو اللي بيلعب بالقطعة البيضاء بتصنيف 2727 من روسيا ضد البعبع ماجنس كارسن اللي بيلعب بالقطعة السوداء بتصنيف 2824. يقرر أرتيميف في الشكل ده إنه يطلع بالبيدق في الدي 4، يرد ماجنس ببيدق في الدي 5. أرتيميف يروح طالع ببيدق في السي 4، وبكده بيلعب كوينز جامبت. ماجنس كارسن يرد عليه ويلعب كوينز جامبت ديكلاين، ويروح مقدم البيدق في الاي 6 وما يقبلش التضحية. يرد أرتيميف ويروح منتشر بالحصان. ماجنس هو كمان ينتشر بالحصان. أرتيميف يروح طالع بالحصان في سي 3، يرد ماجنس ببيدق في السي 6، فيرد أرتيميف ببيدق في الاي 3. بيحضر انه ينتشر بالفيل بتاعه في اي مكان وبعد كده يبيت. ماجنس كارسن يكمل بحصان في دي 7. ارتميف يكمل بوزير في السي 2. ماجنس كارسن يروح مقدم البيدق في البي 6، فارتميف يروح واكل البيدق. ماجنس يروح واكل بالبيدق. بعد كده ارتميف يقرر انه يلعب اخر نقله من الافتتاحيه ويروح لاعب الفيل بتاعه في الدي 3. بيحضر انه يبيت وبيضغط على البيدق اللي موجود في الاتش 7 لو الحصان ده اتحرك في اي مكان. ماجنس كارسن يقرر في الشكل ده انه يطلع بالفيل علشان في الخطوات الجايه يحمي الملك ويبيت. يكمل ارتميف ويروح مبيت. ماجنس كارسن يروح منتشر بالفيل في البي 7. ارتميف يرد عليه ببيدق في الاي 4. ماجنس كارسن يلعب البيست موف وافضل نقله ويروح واكل للبيدق. بيهدد انه ياكل الحصان والفيل. ارتميف يرد عليه ويروح واكل البيدق بالحصان. ماجنس كارسن يرد ويروح مبيت ويحمي الملك. ارتميف يرد عليه في الشكل ده ويروح طالع بالحصان في الاي 5. طالب تريد حصان قصاد حصان. ماجنس كارسن يرد عليه ويروح واكل الحصان. ارتميف يروح واكل الحصان بالبيدق، بيهدد انه ياكل الحصان اللي موجود في الاف 6، فيرد ماجنس ويروح واكل الحصان. ارتميف يروح واكل بالبيدق. ومن هنا بيبدأ الأكشن. من هنا بيبدأ الإثارة علشان أرتميف بيهدد إنه ياكل البيدق اللي موجود في الاتش 7 بالفيل بحماية الوزير. ماجنس كارسن يحمي البيدق ويلعب أفضل نقلة بيدق في الاتش 6، فيرد أرتميف بأول نقلاته الشبه غلط بيدق في الاي 6. ملحوظة هنا محتاجين إن انتوا تعرفوها. احنا في المباراة دي بنلعب بنظام وقت 15 دقيقة بزيادة 10 ثواني. ارتميف وقته سيء جدا 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 في الشكل ده. ارتميف وقته دقيقة 15 ثانية في ظل ان ماجنس كارسن في وقته 11 دقيقة 17 ثانية. انت متخيل؟ ماجنس كارسن اول لما شاف نقلة البيدق اللي موجود في الاي 6 قعد يفكر لمدة 4 دقايق كاملين. 4 دقايق، يعني هو في النقلات اللي فاتت دي كلها قعد 4 دقايق بيلعب بس. النقلة الجاية دي ماجنس كارسن قعد 4 دقايق يفكر فيها وقرر انه يلعب نقلة غلط، وهي نقلة وزير في سي 7. فايه الفكرة؟ انا نفسي مش فاهم. كانت احسن نقلة لماجنس كارسن انه ياكل البيدق اللي موجود في الاي 6، بس تحس ان ماجنس كارسن بيلعب نقلات مش مفهومة علشان يوتر ارتميف. فزي ما احنا قلنا ارتميف وقته سيء جدا جدا جدا، فماجنس كارسن بيلعب نقلات مش مفهومة عشان ارتميف يقعد يفكر شوية، علشان ارتميف وقته يقل، فعلشان يقدر يكسب الجيم ده بكل سهولة. ده من الحاجات النفسية اللي بيعملها ماجنس كارسن. بس ارتميف هو كمان بطل عالم. ارتميف الشكل ده يرد عليه بالبيست موف وافضل نقله ويروح واكل البيدق بسرعه جدا جدا. بيتشيك على الملك. الفكره كلها ان انت لو اكلت البيدق بالملك تخسر الجيم ده، علشان انا هرد عليك بوزير في البي 3 تشيك على الملك. تتحرك بالملك ارد عليك بالروك في الدي 1. انا بحضر هنا اللي انا العب الفيل بتاعي في جي 6 واكسبك بتشيك ميت. فانت هنا لو لعبت اي حاجه هرد عليك بالفيل تشيك على الملك، تغطي بالروك العب لك الوزير واكسبك بتشيك ميت. فدي الافكار اللي هتكون عند ارتميف لو انت فكرت اللي انت تاكل البدأ ده بالملك.
فماجنس كارسن ما اكلش البيدق بالملك وقرر انه ياكل البيدق بالروك. فرد عليه ارتميف ببيست موف، افضل نقله فيل في الدي 5. انتوا فهمتوا ليه نقله الوزير اللي موجود في سي 7 نقله غلط؟ علشان احسن نقله انه كان يوقف الهجوم اللي حصل على الملك. تاني حاجه انه علق الوزير في الهواء. فهنا ارتميف لما اكل البيدق وانت اكلت بالروك، ساعتها انا لعبت الفيل بتاعي في الدي 5 بعمل بن على الروك ده، والروك ده ما يقدرش يتحرك في اي مكان، وانت هنا ما تقدرش تاكل الفيل ده بالبيدق بسبب اللي انت هتخسر الوزير اللي موجود في سي 7. ماجنس كارسن قعد يفكر وادرك انه غلط، فقرر انه يلعب الروك بتاعه في الاف 8 علشان يدعم الروك اللي موجود في الاف 7. بس ارتميف ما بيرحمش، ارتميف يجلد البعبع ويلعب اول نقلاته البريليانت ويروح مضحي بالفيل بتاعه وياكل البيدق الموجود في الاتش 6. خيال خيال. في الشكل ده انا بضحي بالفيل. انت دلوقتي لاعب اسود، تعمل ايه؟ تاكل الفيل اللي ببلاش الموجود في الاتش 6؟ ارد عليك بوزير، تشيك على الملك، اونلي موف ليك اللي انت تتحرك بالملك بتاعك في الاتش 8. ساعتها اروح واكل الروك، تاكل بالروك، اكل بالوزير، وانا هنا كسبت قطعتين، كسبت روكين قصاد الفيل بتاعي. انا هنا اللي بكسب الجيم. فهنا ماجنس كارسن عارف ده. ماجنس كارسن ما ياكلش الفيل اللي بلاش الموجود في الاتش 6، ويقرر انه يتحرك بالفيل بتاعه في الدي 6. الفكره بسيطه جدا. انا دلوقتي بهدد اللي انا اكل الفيل، فانت دلوقتي ما تقدرش تكسب وزير ببلاش بسبب حمايه الفيل وبسبب حمايه الروك. ارتميف يقرر انه ياكل الروك علشان الفيل ده ما ينفعش يقف هنا تاني. يرد عليه ماجنس كارسن ويروح واكل الفيل عن طريق الروك. يرد ارتميف ويروح لاعب الوزير بتاعه في جي 6، ودي مش احسن نقله في الشكل ده. طيب كانت ايه احسن نقله؟ اللي انت تخش بالروك بتاعك في دي 1 وتبدا ضغط وتبدا هجوم وتنتشر بالقطعه بتاعتك. بس مش مهم، ارتميف معاه افضليه، والافضليه دي لحد دلوقتي ما بتقلش حتى بعد ما لعب الوزير بتاعه في الدي 6. فهنا الفكره ان انت ما تقدرش تاكل البدء بسبب البن اللي حصل على الملك اللي موجود في جي 8. ماجنس كارسن يرد ويروح واكل البدء الموجود في الاتش 2. تشيك على الملك، ما تقدرش تاكل بسبب حمايه الفيل. الوزير اسف، فيرد ارتميف ويروح متحرك بالملك بتاعه في الاتش 1. فيرد عليه ماجنس كارسن ويروح راجع بالفيل في الاي 5. ارتميف يرد ويروح لاعب الروك في الاي 1. يرد ماجنس ويروح مقدم البيدق في سي 3 علشان يفتح للفيل ويبدا الضغط على الملك اللي موجود في جي 1. فيرد ارتميف بافضل نقله وباستموف بيدق في الاف 4. هات الفيل اللي موجود في الاي 5، وانت هنا كلاعب اسود ما تقدرش تمد ايدك على البدأ ده باي شكل من الاشكال، علشان انت لو فكرت ان انت تاكل البدأ ده عن طريق الفيل، انت دلوقتي بتفتح للروك اللي موجود في الاي 1، وانا هنا بكسبك بتشيك ميت. فانا مش مهتم بالفيل ده. انا عارف ان انا لو اكلت الفيل بالفيل وانت اكلت بالروك وانا اكل بالروك وانا اكل بالوزير، احنا الاتنين هنا يعتبر متساويين، بس انت هتخسر بتشيك ميت في النقلات الجايه بعد ما العب الروك بتاعي في الايات. ترجع بالروك بتاعك، دي النقله الوحيده اللي انت ممكن تعملها علشان ما تخسرش. ساعتها هرد عليك واروح واكل الروك، تروح انت واكل بالملك، ارد عليك واروح واكل الفيل وهات الوزير. ما تقدرش بسبب حمايه الروك، وانا هنا بهدد بافكار دبل تشيك واكسبك بتشيك ميت. فانت لو اتحركت بالوزير بتاعك علشان تحميه، ارد عليك بالفيل، دبل تشيك على الملك الموجود في الاف 8. ما تقدرش تتحرك هنا بسبب الوزير، ما عندكش غير مكان واحد بس، ملك في جي 8، وهنا تخسر بتشيك ميت لما العب الروك بتاعي في الاف 8. ارتميفا يا شباب وقته سيء جدا، ارتميف وقته سيء جدا، بس بيلعب نقلات مسمومه، نقلات اسطوريه، نقلات محتاجه تفكير كتير جدا. حتى لو انت البعبع، حتى لو انت ماجنس كارسن. ماجنس كارسن عارف ان النقله دي غلط، وعارف ان في نقله روك في المستقبل جايه في الاي 8. فعلشان كده ماجنس كارسن قرر انه يرجع بالفيل في دي 6. رد عليه ارتميف بالروك في الاي 8، تشيك على الملك. فرد ماجنس كارسن بفيل في الاف 8. في حاجه عاوزين نعرفها بنقله الفيل الموجود في الاف 8، الا وهي كالتالي. ايه هدف نقله الفيل؟ الهدف بسيط جدا. انا دلوقتي لعبت الفيل بحمي الملك من الروك اللي موجود في الايد، ده هدف. ايه الهدف التاني؟ اللي انا بحمي البيدق اللي موجود في جي 7، ده هدف. ايه الهدف التاني؟ الهدف التالت والاهم اللي انا اطلع بالروك في الاف 6،
أهدد اللي أنا آكل الوزير اللي موجود في G6، فأنت دلوقتي ما تقدرش تاكل البدء ده بسبب حماية الوزير، ولو أنت اتحركت بالوزير بتاعك في أي مكان هاكل الفيل بتشيك على الملك اللي موجود في الH1. أفكار أسطورية جدًا، جدًا من ماجنس كارلسن، مع إن أرتميف معاه أفضلية بسيطة جدًا، جدًا، بس ماجنس كارلسن مش سهل، ماجنس كارلسن مش هيسيب لك الجيم كده بسهولة. أرتميف اللي في وقته 30 ثانية يقعد يفكر ويفكر ويلعب أول نقلاته البلندر الأسطورية الروك في الديوان. طيب ليه النقلة دي بلندر؟ النقلة دي بلندر بسبب إنها بتخلي الجيم تعادل. إزاي؟ معرفش. الانجن هنا بيقول ان نقله الروك في الديوان نقله غلط لو ماجنس كارسن عرف يلعب البيست موف. طيب هي ايه البيست موف؟ روك في الاف 6. ماجنس كارسن لعب روك في الاف 6، بيهدد ان هو ياكل الوزير الموجود في جي 6، وانت هنا لو اتحركت بالوزير بتاعك في اي مكان ساعتها انا هرد عليك واروح واكل الفيل اللي موجود في الاتش 6، بتشيك على الملك اللي موجود في الاتش 1، وانت هنا بتخسر الجيم كلاعب ابيض. طيب ايه الفكره؟ الفكره كلها ان انت مش هتتحرك بالوزير بتاعك في اي مكان، ما ينفعش اصلا تتحرك بالوزير بتاعك في اي مكان. هنا ارتميف يقرر انه يلعب تاني نقله بريليانت ليه ويروح لاعب الروك بتاعه في الديت. يا ابن المجنونه، انت بتضحي بالوزير اللي موجود في جي 6. اه ده وزير ببلاش، ايوه انا اقدر اكله كله. انت لو اكلت الوزير ده انت بتخسر بتشيك ميت، علشان هاكل الفيل بتشيك على الملك، تتحرك بالملك تخسر بتشيك ميت. فانا لحد دلوقتي مش فاهم ليه نقله الروك اللي موجود في الديوان نقله بلندر، انا مش فاهمها. يعني تخيل انت تلعب نقله بلندر، اللاعب اللي قدامك يلعب البيست موف، يهدد ان هو ياكل الوزير، يهدد ان هو ياكل الفيل بتشيكات على الملك، ويعمل لك ضغط كبير جدا كلاعب عنده 30 ثانيه في الوقت بتاعه، واللاعب الابيض يلعب نقله بريليانت ويروح لاعب الروك بتاعه في الدقيقات ويهددك انه يكسب الجيم. تحس انه جليتش من الانجن في الشكل ده. اوكي تمام، نكمل الجيم. المهم ماجنس كارسن هنا عمل ايه؟ ماجنس كارسن شاف الروك في الدقيقه يا شباب، ماجنس كارسن فضل يشتم، والله ما بهزر. الشوط كنت بتفرج على البث لقيته بقى اول لما شاف الروك كده عمال فضل يقول هي اف وورد دي عارفينها تمام، تي 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 وعمال يشتم كده مع نفسه، وبعد كده قرر انه يلعب وياكل البدء الموجود في جي 2 من كتر التوتر. هو هنا طبعا احنا عارفين ان انت ما لو اكلت الفيل ده عن طريق الملك دي اسوأ نقلة ممكن تعملها في تاريخك المهني، علشان انا هاكل الوزير بتشيك على الملك تمام، فمش هيبقى في اي افكار تشيك ميت علشان انا عامل تشيك على الملك. بس اللي ماجنس باين فوته ان اللاعب الابيض يقدر ياكل الفيل ده بالوزير، رد عليه وراح اكل الفيل بتشيك على الملك، الملك راح متحرك في جي 1، فرد ماجنس وراح متحرك بالروك في الاف 6 علشان يحمي الفيل اللي موجود في الاف 8. نقله منطقيه جدا جدا. رد ارتميف بوزير في الدي 5، تشيك على الملك، الملك راح متحرك في الاتش 7، وساعتها ماجنس كارسن زهق من حياته وقرر انه يستسلم، عشان هو خلاص ما يقدرش يعمل اي حاجه بالشكل ده. انا بهدد اللي انا اكل فيه، لما انت تيجي تاكل بالروك انا هاكل بالروك، وانا دلوقتي الافضل انا معايا الروك زياده، وانت هنا معاك يا دوبك بس 4 بيادق ووزير، وانا معايا روك ووزير و3 بيادق، والملكين بتوعي الصراحه انتوا الملكين بتوع الاثنين مكشوفين ورايحين في ال60 داهيه. تمام، فعلشان كده ماجنس كارسن قرر انه يستسلم. ارتميف بقى في وقته 42 ثانيه، ماجنس كارسن بقى في وقته 53 ثانيه. المهم ماجنس كارسن لما قام من على البورد قام كده بدأ يتحرك، بيلبس التيشيرت بتاعه، طبعا هو بصه بيحاول يبين كده عمال يضحك كده عادي اللي هو اكنه مش متضايق، عارفين اكنه ما بيغليش من جوه كده اللي هو عادي وبتاع. جه واحد بقى بتاع كاميرا من جنبه كده كده عارفين لازق في وشه كده الصراحه كده تمام، فماجنس كارسن راح ضربه راح ضربه الصراحه حركه قليله الادب من ماجنس كارسن. اي نعم بتاع الكاميرا الصراحه عارفين كان ناقص يحط الكاميرا كده على بق الواد بس بس الصراحه كان يعني الواد رخم قوي يا جدعان، الواد رخم. يعني ماجنس كارسن برضه ما ينفعش اللي هو يضرب واحد شغله ده، يعني هو شغله ان هو يجيب اللقطه، عارفين اللقطه المصريه اللقطه الجامده
اللقطة اللي أنا وأنت هنبقى حابين إن إحنا نتفرّج عليها، ده الفكرة بتاعة المصوّر. وبالمناسبة اللعيبة نفسها قبل ما بيروحوا البطولة بيبقوا هم يعني عارفين وأصلًا من سياسة البطولات إن هم يصوّروك عادي فاهم، إن هم يصوّروك. أنت لو مش عاوز تتصوّر حُط إيدك على وشّك بس يعني اعمل كده، لكن أنت ما تقدرش اللي أنت تقول له مثلًا إيه، لأ ما تصوّرنيش أو حاجة. في حاجات زي كده اللي أنت بتطلب من الجهة المنظمة إن أنت ما تتصوّرش والكلام ده، بس من الشروط اللي هو عادي مسموح إنه أي حد يصوّرك. بس بتاع الكاميرا الصراحة كان أسطوري، يعني كان لازق الكاميرا خلاص ف يا نهار أبيض! فدي الصراحة لقطة السَنة من ماجنس كارلسن بعد اللقطة اللي هو خبط على الطاولة فيها جامد. آمم، فبس. والصراحة المباراة أسطورية، يعني أنا حاسس بالراجل. أنتم عارفين ماجنس كارلسن ما خسرش بطريقة مثلًا وِحشة أو لأ، خسر بطريقة حلوة، حلوة أوي، عارف أنت اتفشخ. يعني أنا آسف في الكلمة، بس هو اتهان حرفيًا في المباراة، فبالتالي والفكرة نفسها إن هو كان بيحسب نفسه ذكي في النقلة دي. يعني شايفين كل المشاكل دي حصلت بسبب النقلة دي، بدأ في الE6. أنت لو كنت أكلت كان موضوعك انتهى، كان خلاص أنت أمورك طيبة. بس ماجنس كارلسن قال لك بس بقى، عارفين الواد أرتيميف بقى في وقته دقيقة إيه 15 ثانية، وأنا وقتي ييجي 12 ثانية، أنا ممكن أنقنق عليه. فأنا هاقعد بقى أفكّر لمدة إيه 3، 4 دقايق، أفكّر في نقلة غبية أوي، علشان يقعد يفكّر هو لمدة دقيقة أو دقيقتين، فساعتها إيه، يخسر وأدّي له نقلات صعبة فيخسر بالوقت، أو إنه يخسر إن هو يلعب نقلات بسرعة غلط. دي الفكرة الوحيدة اللي أنا جات في دماغي إن ماجنس كارلسن عملها لمّا لعب الوزير بتاعه في C7. دي الوحيدة بس. الصراحة مباراة أسطورية، أسطورية جدًا، جدًا. طبعًا ماجنس كارلسن جه الجولة اللي بعديها جه واحد كده جه لعبه وقال له: "أنا أرتيميف يكسبني الجولة اللي فاتت، طب تعالَ ده أنا هاهينك." راح مسك الواد الصراحة هانه الصراحة مش عارف في 24 والّا 25 نقلة. المهم إن بطولة العالم طويلة جدًا 13 جولة. الجولة بتاعة بُكرة هي اللي هتحدد مين اللي هيفوز ومين اللي هيبقى أسطوري يعني. فأنا مثلًا لو دوسنا هنا أرتيميف بعد مباراة ماجنس كارلسن اتعادل في المباراتين، بعد المباراة دي اتعادل، أوكي. لكن ماجنس كارلسن بعد مباراة أرتيميف هو لسه بيلعب، كسب مباراة والمباراة التانية لسه بيلعبها، اللي هي المباراة رقم 9. تمام، ودي آخر مباراة النهارده يعني، اللي هي بتاعة المباراة رقم 9 دي. بعد كده هيلعبوا ال10 وال11 وال12 وال13 بُكرة، ال4 جولات دول. بعد كده اليوم اللي بعده هيلعبوا في اليوم كله مباريات بليدز، مش عارف ممكن كام جولة، 9 جولات والّا 12 والّا 11 جولة، مش فاكر، بس هيلعبوا كتير أوي بليدز. ف بس. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. أتمنى تكون عجبتكم وأشوفكم في الحلقة الجاية. طبعًا أنا بانزّل في البطولة دي reels أكتر، يعني short وreels أكتر من مباريات طويلة، علشان الصراحة ما فيش مباريات حلوة حصلت، يعني ما فيش غير المباراة دي هي اللي كانت أسطورية. فبس، فأنا باجيب إيه اللقطات يعني، زي مثلًا المباراة بتاعة امبارح بتاعة البنت اللي هم عملوا نقلة بلندر دي، اللي أنا نزّلتها على الفيسبوك بس، حتى ما نزّلتهاش على اليوتيوب. المهم هتلاقوا الحلقة دي على اليوتيوب والفيسبوك. أتمنى تعملوا لايكات، كومنتات، والحاجات دي كلّها. سلام.